واش رومانتيك كيلر كيستحق نتفرج فيه؟ الجواب في قل من دقيقه ونص. الصراحه فاش بانت لي هاد السلسله مكونه من 12 حلقه في نتفليكس كانوا الانتظارات ديالي هابطه. قلت غالبا قصه حب تافهه عامره بالكليشيهات والصور النمطيه وموجهه للمراهقين. الحقيقه ان رومانتيك كيلر واعر حيت كيغفل المشاهد بالقصه الفريده ديالو والمواضيع الجديه اللي كيتطرق ليها. انزو هوشينو تلميذه في الثانوي عزيز عليها تبقى في الدار وتلعب الالعاب الالكترونيه. تصاحب والخريج ما كاينش في القاموس ديالها. واحد النهار غادي يوقف عليها ملك الحب ريري ويبزز عليها تعيش في العالم الحقيقي، القصص البايخه ديال الالعاب الغراميه المعروفه في اليابان، واللي فيه البطل او البطله كياخذ مجموعه من القرارات باش يربح في الاخير الحب ديال الشخصيه المفضله ديالو. غادي تلقى اذا راسها دايره بعدد كبير ديال الدراري زوينين وكلهم كتعجبهم واخا هي ما عندهاش مع هادشي. وباش يلوي ليها يديها ريري غادي يحيد لها ثلاثه اعز حوايج اللي عندها في الدنيا، اللي هي الالعاب الالكترونيه والشكلاط والمش ديالها موموهيكي، وما غادي يرجعهم ليها حتى تسالي وتلقى الحب. هاد الانمي كيدوز دغيا وعامر بالمواقف المضحكه، ولكن الاجمل فيه هو انه كيتكلم على التحرش اللي حتى الدراري يقدروا يعانيو منه، وعلى التنمر اللي يمكن يستمر في الاطار المهني ولا اضطرابات نفسيه كبيره، وعلى البنات اللي كيهرسوا الفكره النمطيه ديال الانوثه، وعلى كيفاش انترنت كتسهل العمل على المتحرشين الى اخره من الظواهر الاجتماعيه الكثيره في المجتمع الياباني. رومانتيك كيلر اذا سلسله خفيفه ظريفه كتستاهل 4 على 5 وكنصحكم بها.